في الفيديو ده هعرفك ازاي تعمل صورة مصغرة احترافية زي الصورة دي. تمام. فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبدأ. تمام. اول شيء هتخش على جوجل. تمام. وهتكتب هنا كانفا. تمام يا جماعة، عشان التسجيل بس وقف مني. تمام. ففي الحتة اللي ظاهرة قدام منكم ديت اللي احنا هنشتغل عليها، هناخده منها المقاسات بتاعتنا اللي هنشتغل بيها على الصورة او الفيديو بتاعنا، وتختار من كل اللي انت عايزه من هنا. تمام. فيديو تيك توك مثلا، حاجة زي كده. ماشي. احنا بقى هنختار مثلا اعلان فيسبوك مثلا. ماشي. هيجيلنا الفيديوهات دي بالعرض. تمام. اللي يظهر عندك بعلامة برو دي كده هو مش متوفر لك. تمام. اي حاجة تظهر لك فيها العلامة البرو دي اللي هي زي علامة التاج او كده، فده مش هتقدر تستخدمه. ماشي. احنا مثلا هنعمله ابتكار تصميم، وهنا هننزله تحت مثلا صورة مصغرة لليوتيوب، هينجل معانا الصفحة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك بس في الصفحة. هنا بقى ظاهر لك كل الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها. تمام. مثلا احنا هنختاره، انا هختار دي مثلا. اخترنا دي. ماشي. تقدر تضغط على الصورة كده. ماشي. يعني الصورة باينة قدام منك اهي، تقدر تتحكم في اي حاجة انت مش عايزها. ماشي. احنا مثلا الراجل ده عايزين نطلعه، نتك كليك شمال، و ده مش محطوط في صورة. ماشي. عشان هو لوحده كده، تقدر تتحكم فيه، تشيله وتوديه وتجيبه. وممكن كمان لو تكت كليك شمال ممكن تحذفه نهائي. تمام. وفي عندك هنا خانة الرجوع، تقدر ترجعه تاني. ماشي. انت لو مش محتاج الراجل المصدوم ده ممكن تشيله، وعندك هنا ناس تانيين بداله. تعمل اضافة صفحة. ماشي. انا هختار مثلا الراجل ده، عايزين الراجل ده، تضغط عليه وتيجي واخده وطالع بيه فوق. ماشي. وتصغر وتكبر الحجم زي ما انت عايز. تمام كده. تمام. نعمله مثلا، نضغط على الكتابة دي ضغطتين وتتك مسح. هنعمله مثلا العنوان ايه، عشان الصورة دي هتبقى صورة مصغرة للفيديو ده. تمام. فلازما ايه نظبطوها عشان نعرفكم برضو ايه تشتغلوا ازاي. تمام. اسهل طريقة لعمل، بيكتب انجليزي. اسهل طريقة لعمل صورة مصغرة. هتلاقي النص نزل لتحت، هتيجي في الحتة دي كده وتيجي راح ساحب كده. ماشي. وبعدين تيجي راح مصغره بقى كده، فاضل كلمة مصغرة. نيجي رايحين شادين تاني، نيجي رايحين ايه مصغرين، وتضغط على جنب هنا كده وتيجي داخل عليها كده، بقت تمام معاك. عايزين نكبره النص شوية، تكبر دي، تضغط عليها تكبرها شوية. احنا بقى نكبرها قوي عشان خاطر ده هتبقى لليوتيوب، فلازم الصورة تبقى واضحة قدامنا. تمام. عند النقطة دي وتيجي رايح مكبرها من هنا كده مثلا الدنيا مربوطة لهنا. تمام.
وتيجي مظبط عليها. بس دي كده بقت تمام معانا. تمام. نيجي رايحين عند الكلمة دي كده مثلا، هنكتب كلمة صغيرة مثلا ايه للمبتدئين. تمام كده. نيجي رايح نحركها هنا كده، او ممكن نيجي رايحين عاملين لها حذف كده، ونيجي رايحين عند الخانة دي كده، خانة نص. ماشي. عايزين حاجة ايه تبقى باينة ملفتة، مش للدرجة دي، احنا نصغروها برضه للمبتدئين. تمام. تيجي رايح مصغرها شوية يا باشا، وتيجي رايح سحبها كده. تمام كده. وتضغط برضه بره هنا، وتيجي رايح مصغرها برضه شوية. وتحركها يا باشا زي ما انت عايز. وديت عايزين نحركوها بعيد شوية كده، عشان خاطر بإذن الله الصورة المصغرة ديت هتجيب لنا نتائج بحث كبيرة، هتجيب لنا مشاهدات كتير. دي ملهاش دعوة بنتائج البحث، ديت بتلفت انتباه المشاهد. للمبتدئين أسهل طريقة لعمل صورة مصغرة نقول رايحين كاتبين هنا ايه، فين 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 فين، هي اتحذفت مننا. تمام. تيجي رايح ضغط عليها تاني، وتيجي رايح اعمل كده تتكنسل. المبتدئين أسهل طريقة لعمل صورة مصغرة احترافية. جميع المؤثرات احترافية وخلاص. احترافية برضو ديت مش عجباني، هخليها كده سادة. لا، احنا عايزين حاجة تلفت انتباه المشاهد. تك مسح، وتنزل بقى ايه يا باشا تقلب زي ما انت عايز هنا كده. ماشي. هبقى هنا مثلا اسهل درجة لعمل صورة مصغرة المبتدئين بطريقة. راح ساحب دي شوية كده عشان تشوفها، وتغير يا باشا اللون بتاعك من هنا. مبسطة جدا. متكتبش ليه يا باشا؟ مبسطة المبتدئين للمبتدئين. تمام كده. عايزين بقى يا معلمي نحطوا حاجة تحت من دي، عشان هي كده مش هتنفع. هنعمله ايه يا باشا؟ هنيجي رايحين داخلين على العناصر، وتختار اللي انت عايزه. انا برضه بوريك الحاجات اللي موجودة عشان خاطر تقدر تشتغل عليها. تمام. يعني عندك كل الحاجات دي.
او نبقى رايحين ماسحين دي خالص عشان هي اصلا مش عاجباني. نخش على قائمة التصاميم تاني، ومثلا هنيجي رايحين نازلين تحت، او هنيجي رايحين واخدين دي ونعملها كوبي وناخده دي هنا ونعملوا لها التكرار، لا مش تكرار بقى، ناخدوها الطبقات، تنزل على الطبقات وإرسال إلى الخلف. تمام كده. مثلا ونيجي رايحين داخلين على قائمة النص تاني. تمام. وتختار يا باشا نظام النص بتاعك كده اهو. تكتب بطريقة مبسطة للمبتدئ. هو بس كده يا باشا، تيجي رايح ساحب السهم الجميل بتاعك. تمام. هنضغط كليك شمال وتفكيك العناصر. احنا كده فكينا نظام النص التاني. تمام يا شباب، كده معانا ديت بس. هنجي رايحين مصغرين يا باشا. صغرنا، نخش على اللون. هنجي رايحين مثلا عاملينه اسمر. نجي رايحين محركين الاتجاه بتاعها كده. ونصغرها شوية. ونصغرها ده برضو. عايزين نعرفوا نمسكوها بس. تمام. أسهل طريقة لعمل صورة مصغرة بطريقة مبسطة للمبتدئين. تمام. وهنا بقى العلامات البرو ديت يا شباب، اللي عايز ايه يستخدم النسخة اللي بتدفع عليها فلوس. تمام. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش تعملها لايك واشتراك وكومنت حلو، وهنعرفك برضو ازاي تنزلها. تمام. هنحذفه اللي احنا عملناه تحت دي، ومشاركة وتنزيل. تنزيل يا باشا. كده الصورة نزلت معانا. تيجي رايح اخدها يا باشا كده اهو، نطلعها بره بس يا باشا الصورة بقت معانا. أسهل طريقة لعمل صورة مصغرة بطريقة مبسطة للمبتدئين. تمام كده. ونشوفكم في حلقة جديدة. ما تنساش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان عايزين نوصل لأكبر عدد من الاشتراكات في أسرع وقت. ونشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم أخوكم عبد الله صلاح، وما تنساش لايك وشير. سلام.